عندكم فكرة إن زمان في الصين كان في واحد شغلانته الرسمية إنه يموت قبل الإمبراطور؟ استنوا بس، دي حكاية تستاهل تسمعوها للآخر. في الصين القديمة الإمبراطور ما كانش ياكل لقمة غير لما طباخ السموم يذوقها الأول. والله كان يقف قدامه ياكل من الطبق ويستنى دقائق، لو فضل واقف يبقى الأكل آمن، لو وقع يبقى الإمبراطور نجا وهو لأ. تتخيلوا الضغط النفسي اللي الراجل ده كان عايش فيه؟ ده حرفيا كان نسخة قديمة من السكرتير اللي بيشيل الغلط بدل المدير، بس على مستوى حياة أو موت. قولولي بقى، لو كنت مكانه تقبل الشغلانة دي ولا تهرب أول يوم؟ الأغرب إن الإمبراطور كان يعتبره أغلى شخص في القصر، لدرجة إنهم كانوا يختاروه من ناس أذكياء جدا، لأنه لو فهم الأكل غلط الإمبراطور يموت. تخيل الدنيا زمان كان فيها وظائف بالشكل ده. ولو عاوزين حلقات أكتر عن أغرب شغلانات في التاريخ، اعمل لايك وشير واشترك علشان يوصلك كل جديد. سلام.